السلام عليكم. العلبة دي فيها ايه؟ العلبة دي فيها قدرة قادر، حاجة كده عبارة عن مزيج من 3 طبقات من السعادة، كراميل وكريم كراميل والكيكة الرهيبة. هنعملها مع بعض النهاردة بطريقة سهلة جدا ومش هتبطلوا تعملوها. بس كالعادة قبل ما نبدأ وصفتنا هنجاوب على السؤال اللي فات. أول من تمنى الموت كان سيدنا يوسف. وسؤال النهاردة: ما اسم الطائر الذي علم قابيل الدفن؟ لما قابيل قتل هابيل اتعلم منه الدفن. ويلا نبدأ وصفتنا. علشان ما نتلخبطش هنعملها حاجة حاجة. أول حاجة هنعمل الكراميل. معايا كوباية من السكر وهحطها على النار مع 3 معالق مية، وأول ما الأطراف تسيح هقلبها بمعلقة وهسيبها تسيح وتستوي وتتكرمل معايا. مش عايزة اللون يغمق عن كده عشان ما يمررش. ودي أول طبقة عملتها. هحطها في القالب اللي انا هعمل فيه. هرش القالب رشة من الزيت. انا هعمل في القالبين دول. ممكن انت تعملها في صينية واحدة، هتبقى الطبقات اعلى، بس انا حبيت اعملها في الاتنين دول. اول حاجة هحط طبقة الكراميل اللي انا كرملته، ولو قفش معايا في الصينية عادي جدا هرجعها على النار واوزعها وارجع اكمل بقية الوصفة. علشان اعمل الكراميل هحتاج 3 بيضات وكوبايتين من اللبن وكوباية من السكر ومعلقة كبيرة من الفانيليا. هحط المكونات كلها في الخلاط وهضربها كويس جدا علشان تتجانس والبيض يختفي. هحط شوية حلوين من الفانيليا عشان الكيكة ما تبقاش زفرة. هنزل هنا كده بالسكر واللبن، كوبايتين من اللبن. الكوباية اللي بستخدمها، ما عندكيش كوباية معيارية هنستخدم مج عادي اللي هو بتاع الشاي عادي جدا. هضربهم كويس جدا لحد ما يتجانسوا. ودي الطبقة التانية، اظن مفيش اسهل من كده. هنزل عليها على الكراميل اللي انا حطيته في قلب القالب. انا عملت 2 ده وواحد تاني، اكيد انتوا شفتهم في الاول. كده انا عملت الطبقة التانية، مفيش اسهل من كده في الخلاط وخلصت. ولو انتم وصلتم معايا لحد هنا ما تنسوش لايك وشير وكومنت كده لو بحرف واحد، لانه بيفرق معايا جدا وحقيقي تعليقاتكم بتفرحني. كده خلاص خلصنا الطبقة التانية. ندخل بقى على الكيك. هنحتاج بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، كل المكونات بدرجة حرارة الغرفة، وكوباية من السكر ومعلقة فانيليا ونص كوباية لبن ونص كوباية زيت وربع كوباية كاكاو وكوباية وربع من الدقيق ونص كيك بيكنج باودر او كيك شيف على حسب ما تحبي تستخدمي. اول حاجة في الخلاط هحط البيض واحط عليه الفانيليا والسكر واضربهم حبة حلوين كده، وبعدين انزل عليهم بالنص كوباية من اللبن وانزل عليهم بالزيت. اضربهم كويس جدا حوالي 10 دقايق كده في الخلاط علشان الكيكة تكون هشة ومرتفعة معايا. وبكده خلصت المكونات السائلة. ندخل بقى على الحاجات الجافة. الدقيق، اجيب الدقيق هنخله كويس جدا، والكاكاو كوباية وربع من الدقيق وربع كوباية من الكاكاو هنخلهم كويس جدا. وما تنسوش نص كيس البيكنج باودر او الكيك شيف هنخله برضو كويس جدا. وهنزل عليهم بالخليط السائل، هقلبهم كويس بالمضرب اليدوي. وبكده اكون خلصت خليط الكيك. وكده اكون خلصت اخر طبقة. هصبهم في الصينية، هلفهم لفة كده بشكل عشوائي. هو سبحان الله بقدرة قادر هتطلع 3 طبقات مستوية جدا وقد بعضها زي ما احنا هنشوف في الصورة. هدخلهم الفرن. هجيب الصينية احط فيها في صينية اكبر منها شوية مية مغليين، نصها كده او مية سخنة سخنة قوي يعني، واحط فيها الصينية. لازم تتسوى بالطريقة دي. وادخلها الفرن على درجة حرارة 180. هتقعد الفرن يكون ساخن قبلها. هتقعد من ساعة الا تلت ساعة الا ربع، يعني ايه، هتقعد حوالي 40 دقيقة كده. هختبرها بخلة ولو طلعت نضيفة زي ما انتم شايفين كده يبقى كده استوت. وعلشان اقلبها هحطها 5 دقايق في مية سخنة جدا واقلبها. وكده اكون عملت معاكم قدرة قادر. واشوفكم على خير، مع السلامة.